الخسارة ديال المنتخب الوطني المغربي البارح هي كانت مؤامرة، ما جاش داكشي بالعادي. انا بالضبط حاليا ما جاريش داكشي عادي اللي وقع في التحكيم، وداكشي اللي وقع مع ابراهيم دياز، لان كنشوفوا الطريقه باش غيتيري بيلاتي كانت باينه فيها، كانت الضغوطات والمؤامره، يعني بحال مآمرينه انه يديروا خطر. حتى انا اللي كنعرف المنتخب السنغالي خرج بالكامل، خاص الاربيط يسيفلي الماتش فورفي، ماشي حتى يرجع و... وتسدد داك البيلاتي بديك الطريقه، لان ديك الطريقه راه اي لاعب راه ما غيمكنش يديرها الا ولا كان عليه الضغط. يعني قالوا له هما انت تيريها في ديك الجهه. وعندي فيديو ساديو ماني مشى عند الجارديان قال له